السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، نستهلها كالمعتاد بأبرز العناوين. إنجاز مشاريع تنموية بالإقليم الجنوبي بتضافر الإدارات وقوات الدفاع. إجراء انتخابات مدراء الضواحي والمدراء التنفيذيين بحمل ماله. تزايد معدل الحوادث بنسبة 7.5% في عام 2024 بالإقليم الأوسط. في الأنباء العالمية، سفن أمريكية تبحر عبر مضيق تايوان لأول مرة منذ تولي ترامب منصبه، والصين تندد. موسكو تفرج عن معلم أمريكي مقابل سجين روسي. اعتقال 150 شخصا في عملية مداهمة كبيرة ضد عصابات المافيا في صقلية. إلى تفاصيل النشر، أهلا بكم. أكد حاكم الإقليم الجنوبي السيد هابتاب تسفاتيون أنه تم تنفيذ برامج تنموية فعالة في عام 2024 من خلال تكامل الإدارات وقوات الدفاع الباسلة في الاجتماع التقييمي الذي عقده يومي 10 و11 من فبراير الجاري بمدينة مندفرة. وأوضح أن البرامج شملت مشاريع تدفع بالتنمية الوطنية المتمثلة في بناء البنية التحتية الزراعية والخدمات الاجتماعية، وانتخاب المدراء الإداريين للضواحي والقرى، وجمع ضرائب الأراضي والمواشي، وأعمال أخرى جديرة بالثناء. وأفادت فروع الوزارات وإدارات المديريات أنه تم تنفيذ برامج فعالة شملت برامج واسعة النطاق لمعالجة الآبار وإنشاء الطرق وإصلاحها على مستوى إدارات الضواحي وحملات التوعية العامة في جميع المديريات بمشاركة الأهالي وقوات الدفاع. وتم تركيب أنظمة إمدادات المياه بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى ذلك في دك أمحرة وطورونا وقادين وسرحة وأنبسة جلبة وبراقيت بكلفة حوالي 10 ملايين نقفة. واقترح المشاركون بعد المناقشة الإسراع في إنشاء البنية التحتية وتوسيع الأعمال الجاري تنفيذها لدراسة وحفظ الآثار والتراث القومي وتطوير وتوسيع أنشطة نظم المعلومات الإحصائية. وذكر السيد هابتاب في الختام أن التوسع في التنمية الزراعية وخاصة بناء السدود والخزانات وتوسيع البنية التحتية لإمدادات المياه وتعزيز برامج التشجير وصيانة الطرق وتوسيع الخدمات الاجتماعية هي من بين خطط العمل الرئيسية المنشود تنفيذها في عام 2025. يتم إجراء انتخابات مدراء الضواحي والمدراء التنفيذيين والأعيان بمديرية حمل مالو التي تقع في إقليم عنسبة. وأوضحت في بداية الانتخابات مديرة مديرية حمل مالو السيدة أمنة الحاج الشروط الأساسية التي يجب أن يستوفيها الناخبون والمدراء المنتخبون، وحثت المواطنين على زيادة مشاركتهم النشطة خالية من جميع المشاعر الغير وطنية. وأشاد مسؤول الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة الرائد عامر محمود بالمدراء التي انتهت فترة خدمتهم على مساهماتهم المتفانية، وحث المواطنين على تشجيع النساء للوصول إلى السلطة. وقد تابع حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى ورئيس المجلس الانتخابي للإقليم العقيد كوبروم نرآيو العملية، وحثوا المنتخبين على التحلي بالمسؤولية والروح المعنوية العالية والتفاني والكفاءة والوطنية العالية لخدمتهم أو لخدمة الشعب بأمانة. وتعهد المدراء المنتخبون بخدمة الشعب الذي انتخبهم بإخلاص. وستستمر عملية انتخاب مدراء الضواحي والمدراء التنفيذيين والأعيان التي بدأت في 11 من فبراير بضحية قزقزة حتى 19 من فبراير في 9 إدارات من الضواحي بالمديرية. أفاد قائد شرطة المرور بالإقليم الأوسط الرائد هايلي براخي لوكالة الأنباء الإريترية أن حوادث المرور في الإقليم الأوسط ازدادت بنسبة 7.5% في عام 2024. وأضاف أنه 2491 حادثا مروريا خلال العام، بزيادة قدرها 7.5% مقارنة بعام 2023، مما أدى إلى وفاة 25 شخصا وإصابة 634 بجروح خطيرة وطفيفة وأضرار في الممتلكات تزيد قيمتها عن 15 مليون نقفة. وأشار إلى أن الأسباب الرئيسية للحوادث هي عدم إعطاء الأولوية على الطرقات، وعدم الالتزام بالمسافة بين المركبات، والقيادة تحت تأثير الكحول، والقيادة بدون رخصة قيادة، والسرعة الفائقة، مضيفا أن غالبية الحوادث
تسبب بها سائقون في الفئة العمرية ما بين 30 وحتى 44 عاما. وأضاف الرائد هايلي أنه تم تسجيل 60,628 مخالفة من قبل سائقي السيارات و741 من قبل سائقي الدراجات النارية و15,193 من قبل راكبي الدراجات الهوائية و46 من قبل سائقي عربات المجرورة بالخيول، بإجمالي 76,608 مخالفات. وتم فرض غرامات تزيد عن 15 مليون نقفة. وتجري شرطة مرور الإقليم الأوسط حملات لضبط المخالفات المرورية كل 3 أشهر لمدة 10 أيام، حيث تم ضبط 4,621 مركبة و15 دراجة نارية و61 دراجة كهربائية و5,403 من الدراجات الهوائية و4 عربات كارو تمت معاقبتها. وحث الرائد هايلي برخي كافة شرائح المجتمع وخاصة الشباب على الالتزام بالقوانين المرورية مع تزايد الحوادث وتسببها في أضرار جسيمة للأشخاص والممتلكات. دعا مسؤول فرع الأبحاث ومتابعة الموارد السياحية في قسم السياحة سيد فسها هبتة لحماية المواقع الأثرية والتاريخية في إقليم عنسبة، وذكر وجود آثار غير مكتشفة في الإقليم، مناشدا الاهتمام لحمايتها قبل التدمير بالإهمال والمخاطر الطبيعية. وقال إن الحفاظ على المواقع الأثرية في عرطخ بمديرية حلحل ودبر بعت بمديرية أصمات وقنع في مديرية كرن ومنطقة طنقل الحس التي شهدت معارك انتهاء الحرب العالمية الثانية، والأماكن التي شهدت معارك ضارية في فترة الكفاح المسلح، وأماكن المجازر الجماعية التي ارتكبها العدو الاستعماري يسهم في نقل التاريخ إلى الأجيال. وحث لترميم دفاعات معارك ختام الحرب العالمية الثانية عام 1941 في طنقل الحس القريبة من مدينة كرن. ونصب قائد المعركة الجنرال أرلاندو لوسينسي وخزان المياه والوقود الجوفية ومقابر جنود أكثر من 28 دولة. وذكرت السيدة مريم عبد الله من قسم الثقافة والرياضة في إقليم عنسبة أن الجهود تبذل لحماية الآثار المكتشفة والجارية الأبحاث لاكتشافها، مشيرة في هذا الإطار الندوة التي عقدت مؤخرا والخطط الاستراتيجية التي وضعت بعدها للحفاظ على الآثار والتراث ونقلها إلى الأجيال. ودعت كافة القطاعات أو قطاعات المجتمع للمساهمة في حماية المواقع الأثرية وإبلاغ الجهات المعنية في حال العثور على مواد أثرية. ساهم جهاز فحص السل الحديث الذي تم إدخاله في مختبر مركز قلب الصحي في توفير الوقت والمال في علاج مرض السل ويقلل من الإصابات الجديدة. وأفاد مسؤول المؤسسات الصحية في مديرية قلب الممرض ملس برهاني لوكالة الأنباء الإريترية أن المرضى كانوا يضطرون للذهاب إلى المراكز الصحية البعيدة في فيلدراب وكرن لتشخيص مرض السل، ولكن بعد إدخال المعدات الحديثة أصبحوا يحصلون على الخدمات بشكل أسهل. وأشار إلى أنه تم أيضا إدخال لقاحات جديدة إلى جانب جهاز الفحص الجديد، مضيفا أن حالات الإصابة بالسل تتراجع على مستوى المديرية نتيجة زيادة الوعي الصحي لدى المجتمع بفضل البرامج التنويرية المستمرة. وأضاف الممرض ملس فيما يتعلق بحالة مرض الملاريا أنه لم يكن معروفا في المديرية قبل عام 2018، ولكنه الآن يظهر لدى الأشخاص الذين يعملون في الزراعة والرعي وغيرها من الأنشطة. كما تم توزيع الناموسية إلى جانب أعمال نفير النظافة وإصحاح البيئة للسيطرة على مرض الملاريا. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام. فاصل قصير ونعود مع الأنباء العالمية، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي، أبحرت سفينتان تابعتان للبحرية الأمريكية عبر مضيق تايوان الحساس هذا الأسبوع في أول مهمة من نوعها منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في الشهر الماضي، مما أثار غضب بكين التي اعتبرت أن هذه المهمة تزيد من المخاطر الأمنية. وأوضحت البحرية الأمريكية التي تقوم بعبور المضيق حوالي مرة واحدة شهريا وأحيانا برفقة سفن تابعة لدول حليفة أن السفينتين المشاركتين في المهمة هما المدمرة رالف جونسون من فئة أرلي بيرك وسفينة المسح بوديتش من فئة باس فايندر.
وأضافت أن السفينتين عبرتا من الشمال إلى الجنوب خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 12 من فبراير. من جانبه أعلن الجيش الصيني في بيان أنه أرسل قوات لمراقبة السفن الأمريكية أثناء عبورها، معتبرا أن الإجراء الأمريكي يرسل إشارات خاطئة ويزيد من المخاطر الأمنية. وتعد تايوان القضية الدبلوماسية الأكثر حساسية بالنسبة للصين، حيث تمثل غالبا نقطة خلاف رئيسية في العلاقات الصينية الأمريكية. أعلن الكرملين عن إطلاق سراح مواطن روسي من سجن أمريكي في إطار صفقة تبادل شملت الإفراج عن المعلم الأمريكي مارك فوغل الذي كان محتجزا في روسيا. وأوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن المواطن الروسي سيعود إلى وطنه في الأيام المقبلة على أن يتم الكشف عن اسمه في وقت لاحق. وكان فوغل قد عاد إلى الولايات المتحدة بعد أن أمضى 3 سنوات ونصف في سجن روسي إثر إدانته بتهمة تهريب المخدرات. وفي تعليق على هذه الخطوة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإفراج عن فوغل قد يساهم في تحسين العلاقات مع موسكو، ويأمل أن تكون هذه الخطوة بداية لإنهاء حرب أوكرانيا. ألقت الشرطة المحلية القبض على نحو 150 شخصا في عملية مداهمة ضخمة ضد المافيا في بالميرو عاصمة صقلية وفقا لمصادر أمنية. وقد شارك أكثر من 1200 شرطي في المداهمات التي استهدفت منظمة كوزا نوسترا الإجرامية، وهي العملية التي قالت وسائل الإعلام الإيطالية إنها أكبر حملة من نوعها ضد المافيا منذ 4 عقود. وقد صدر ما مجموعه 183 مذكرة اعتقال بحق أعضاء العصابة، على الرغم من أن 36 من المشتبه بهم كانوا بالفعل رهن الاحتجاز وفقا لبيان صادر عن الدرك. اتهم المشتبه بهم الذين تم القبض عليهم بجرائم مختلفة تتراوح بين الابتزاز والارتباط بالمافيا والاتجار بالمخدرات ومحاولة القتل. في النبأ الأخير جرت مراسم تسلم قطع أثرية من اليابان وسويسرا في المتحف العراقي بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني. وفي وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الخارجية والثقافة العراقيتين استرداد مجموعة من القطع الأثرية المسروقة والمهربة من اليابان وسويسرا. ومنذ عام 2008 أعادت الولايات المتحدة أكثر من 1200 قطعة إلى العراق الذي تعرضت ممتلكاته الثقافية ومتحفه إلى النهب بعد عام 2003. مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. إجراء انتخابات مدراء الضواحي والمدراء التنفيذيين في حمل ماذو. تزايد معدل الحوادث بنسبة 7.5% في عام 2024 بالإقليم الأوسط. سفن أمريكية تبحر عبر مضيق تايوان لأول مرة منذ تولي ترامب منصبه والصين تندد. موسكو تفرج عن معلم أمريكي مقابل سجين روسي. اعتقال 150 شخصا في عملية مداهمة كبيرة ضد عصابات المافيا في صقلية. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. في الختام إليكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، نستودعكم الله، إلى اللقاء.